تخيل كده إن 40% من اللي بتعمله كل يوم مش قرار ولا تفكير ولا حتى اختيار واعي. دي عادة. تصحى في نفس الميعاد، تمسك الموبايل، تشرب القهوة، تزعل من نفس الحاجات وتكرر نفس الأخطاء كأنك في برنامج شغال لوحده. البرنامج ده هو بطل حكايتنا النهاردة. كتاب قوة العادات ده مش كتاب تحفيز ولا بيقولك انت هتقدر وخلاص. ده كتاب بيشرح لك ازاي عقلك بيقودك وازاي تقدر تمسك بزمام الامور. اول حقيقة صادمة: العادات مش ضعف شخصية. احنا دايما بنقول انا ما عنديش ارادة، انا كسول، انا مكسل التزم. لكن الحقيقة العادات مش عيب، دي آلية بيوفر بيها المخ طاقة. المخ كسلان بس ذكي جدا. أي تصرف بيتكرر بيتحول لاختصار عصبي علشان المخ يريح نفسه. وده اللي بيسميه الكتاب حلقة العادة. أي عادة في حياتك مكونة من 3 حاجات: مثير، روتين، مكافأة. مثال بسيط: الموبايل بيرن، مثير. تمسكه وتفتح سوشيال، ده روتين. تحس بلذة وهروب وفضول، دي مكافأة. المخ بيسجل الحركة دي حلوة، نكررها تاني. وهنا المصيبة: سر التغير الحقيقي مش زي ما الكل فاكر. أكبر خدعة في الكتاب: عمرك ما بتكسر عادة، انت بتستبدلها. يعني ايه؟ يعني نفس المثير، نفس المكافأة، لكن روتين مختلف. مثال: لو بتاكل سناك، مش الحل انك تمنع نفسك، الحل التوتر موجود، محتاج تهدئة. غير الروتين، مش أكل، خليه مشي، نفس عميق، شاي، كتابة. المخ مش فارق معاه الوسيلة، هو عايز النتيجة. أخطر جزء في الكتاب: العادات الأساسية. في عادات لو اتغيرت بتسحب وراها باقي حياتك، زي الرياضة، النوم، تنظيم الوقت. عادة يومية صغيرة، عادة واحدة بتخلي أكلك يتحسن، نومك يتظبط، ثقتك بتزيد، قراراتك بتكون أهدى. علشان كده مش محتاج تغير حياتك كلها، غير عادة محورية واحدة. الإرادة مش ثابتة، ودي مش حجة. الكتاب بيقولك حاجة مريحة ومخيفة في نفس الوقت: الإرادة عضلة بتقوى وبتضعف. يعني آخر اليوم إرادتك أضعف، مع الشغل بتقل، مع الجوع والتوتر بتنهار. علشان كده الناجحين بيجهزوا قراراتهم بدري، بيقللوا الاختيارات، بيبنوا بيئة تساعدهم، مش علشان هم أقوى لكن علشان هم أذكى. العادات مش فردية بس، دي جماعية. الكتاب بيحكي ازاي شركات، مجتمعات، ثورات بتقوم على عادات جماعية. يعني انت بس مش بتأثر على نفسك، انت بتأثر على اللي حواليك وباللي حواليك وبيئتك وكلامك وروتين يومك. لو قاعد وسط ناس بتشكي، بتسوف، بتبرر، هتعمل زيهم غصب عنك. الخلاصة اللي تغير حياتك: الكتاب مش بيقولك كن شخص آخر، الكتاب بيقولك افهم نفسك الأول، راقب عاداتك، افهم مثيراتك، اختار مكافآتك، غير الروتين بهدوء. التغيير مش قرار لحظة، التغيير نظام. ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا اننا نكمل.